أيام في أمريكا بارت 2. ما ينفعش تعلي صوتك في بيتك أو تتخانق مع زوجتك أو أنتي تزعقي للولاد وشغل الأم المصرية ده. suddenly هتلاقي الباب بيخبط وحد من الجيران مبلغ وعامل فيك ريبورت والبوليس على الباب. كمان يعني سبيشالي بعد الساعة 8 ما ينفعش ان احنا نمشي في البيت بصوت عالي ونستحمى او نشبشب في البيت عادي. برضو ده مخالف جدا للرولز عندهم، وهيلاقي استنكار وهجوم من الجيران، وبرضو ممكن يعمل فيك ريبورت. بصراحة بحس ان الامور دي يعني شوية فيها تقييد للحرية، واحنا كعرب ممكن نكون مش متعودين على ده. لو انت ساكن في فاميلي هاوس عادي جدا، لكن لو ساكن في بلوك او في عمارة خلي بالك قوي. الجاربج او زباله البيت عندك لازم تكون متقسمه. باسكت بنحط فيه الحاجات الريسايكلد اللي ممكن يتعمل لها اعاده تدوير، وباسكت تاني للاذرز اللي هي الجاربج الزباله العاديه. ما ينفعش تحط الاثنين على بعض، هتاخد مخالفه. ضرب الام او الاب لاولادهم لو حد من الجيران سمعك او سمع عياط الطفل يعني، او لو الطفل راح المدرسه وشافوا على ايده مثلا بروز معين، كدمه معينه، وعرفوا ان بابي ضربه او مامي، ده بيعتبر عندهم فايلنس. تخيل بيعملوا ايه؟ بيعملوا لك قضيه وبياخدوا الولاد منك. كمان ما ينفعش الطفل اللي اقل من 12 سنه وكمان 16 يتساب في البيت لوحده. يعني ممكن احنا في مصر او في الدول العربيه عادي اقفل على ابني مثلا هو نايم وكده، واروح مثلا الماركت اشتري اعمل شوبينج وارجع تاني. لو حد من الجيران شم خبر لده هيبلغ عنك. امر تاني بالنسبه لي ما ريحنيش قوي، ان احنا ما ينفعش نغسل في البيت. في كل نيبرهود، في كل حي او منطقه الجوار كده في لاندري بتروح تودي فيها غسيلك كل يوم كل اسبوع براحتك، بتدفع طبعا البيمنت بيبقى قليل مش كتير. بيقولك ان ما ينفعش تزعج السكان وكمان تستهلك ميه كتير. ايه رايكم بقى في ال انا مش عايزه اسميها رولز، لكن هي عادات يجوز احنا كعرب مش متعودين عليها، بس انت لو جيت هنا وتعايشت خلاص هتبقى one of them يعني.